ان سنه 99 مصر ارست حاجه اسمها امتياز نيميد. نيميد بالانجليزيه هي مختصر شمال شرق البحر المتوسط، نورث ايست ميديترينيان، فسموها نيميد. تمام. ونيميد دي كانت بتصل الى سفح جبل اسمه جبل ايراتوستينز. جبل ده ما بيننا وبين قبرص، جبل ضخم سقط تحت الميه في العصور الجيولوجيه القديمه. تمام. ولما سقط تحت الميه بارز لسه تحت الميه. سمك ارتفاع الجبل 2000 متر تحت الميه. تحت الميه هو 2000 متر، لكنه قريب من السطح عند 690 متر. فانت لما تيجي تحفر ما تقدرش تحفر جبل، ان الجبل ده كله حجر جيري، والا تبقى بتضيع. عشان توصل لبترول تحتيه او غاز تحتيه ما تقدرش تحفر فيه 2000 متر وكلهم ضايعين ما فيش فيهم حاجه. تمام. فبتيجي تحفر في السفح الشرقي او السفح الجنوبي. السفح الجنوبي ده ملك مصر وثابت ملكيته لمصر، مش هتصدق حضرتك، منذ 200 سنه قبل الميلاد، لانه الاسم الجبل ايراتوستينز هو اسم امين مكتبه اسكندريه في هذا الوقت، ايراتوستينز 200 سنه قبل الميلاد. فالقانون الدولي بيقول ان انت بتقسم المياه الاقتصاديه اللي هم ال 200 ميل، ال 200 ميل ما بينك وبين دوله قدامك زي قبرص، ما لم يكن لك حق سابق ثبت وجوده واستقراره مدى التاريخ. والحكايه دي طبقت على قطر والبحرين. لما جم يقسموا الحدود ما بينهم، قطر خدت 5% والبحرين 95%. ليه؟ لانها اثبتت ان في جزر جوه، مع ان الجزر دي مش باينه طوال الوقت، لا بتظهر في المد والجزر بس، تختفي وتظهر في المد والجزر. لكن عشان اثبتوا ان دي تابعه دوله الامارات منذ قرون، فخلاص انتهى الامر. اصبح ليها الحق. نزلت شركه شيل العالميه، رويال ديتش شيل العالميه، ولها فرع في مصر وشيل مصر. كلفت من وزاره البترول انها تبحث عن الغاز الطبيعي في شمال شرق البحر المتوسط في هذا الامتياز. الامتياز ده بيحددوه بقى طول وعرض، وكان يشمل سفح جبل ايراتوستينز، وده صحيح. تمام. السفح الجنوبي أصلاً. السفح الجنوبي. تمام. فسنه 2004 خلي بال حضرتك، شوف من 99 مر 5 سنين، فوجئنا بسامح فهمي ومعاه مدير شركه شل المصريه، ومعاه شركه، وكانت مشترك معاهم بعض الشركات الاخرى اسمها بتروناس ماليزيه. وفي مع في شركات الوطنيه اللي هي شركه الغاز الطبيعي القوميه اللي هي المصريه. تمام. اعلنوا اعلان غريب جدا، قال لك اكتشفنا بئرين كبار فيهم احتياطي رهيب للغاز الطبيعي. فين يا عم؟ قالوا في عمق لا يصل اليه انسان. لغايه النهارده عمق من البحر 2400 متر. انت لما بتحفر في البحر لما بتحفر حضرتك في البحر بتقابلك مشكله، ان قدامك الميه الاول لازم تنزل المعدات. ما انت مش هتحفر في الميه، هتنزل المعدات. لما يبقى البحر ضحل على 200 300 متر تستطيع تحفر، ومعظم ابارنا اللي محفوره فوق لا تتجاوز 1000 متر. انما عشان توصل لاكثر من 2000 ما فيش خالص غير هو سفح الجبل. هل تصدق؟ وشرقه، شرقه ده تابع لقبرص ولبنان، وجنوبه تابع لنا. فاعلنوا عن اكتشاف البئرين، وان فيهم احتياطيات ضخمه جدا، وان العمق 2418 حددوها حتى ايضا. وقام سامح فهمي قال لك هي هنقعد ال4 سنين القادمه اللي هي من 2004 ل 2008 للانتاج. هنحاول بقى الاكتشاف الى انه نبدا الانتاج. وطبعا عشان ينزل معداته على 2400 كان عايز له حفار عملاق، ففعلا شركه رويال ديتش شيل الضخمه معاها الحفار من الحفارات الضخمه، وهذا الحفار اشتغل لهم قبل كده في المكسيك لغايه 2400 وجابوه علشان يشتغل في هذه المنطقه. يبقى احنا من 2004 مستنيين حضرتك انه يعلن عن انه الغاز ينتج. سبق 2004، خلي بالك بقى من الكلام ده. في 2003 مصر رسمت الحدود مع قبرص. طيب لو رسمت الحدود ده حاجه دوريه يعني، لازم امر قانوني لازم ترسم الحدود مع الدول كلها. رسمت الحدود مع قبرص ولم ترسم الحدود مع اسرائيل، فاصبح رسم الحدود مع قبرص الجزء الشرقي منه ما هوش معروف انت هتمد الخط لغايه فين. انت ما رسمتش لا انت ولا قبرص مع اسرائيل. يعني المفروض كانت المساله تتم ثلاثيه، مصر وقبرص واسرائيل. مفروض مصر اذا رسمت الحدود ما بينها وبين قبرص. الحدود ديت
مصر في لها سفح الجبل ايراتوستينس، لانه لما قالوا على لغايه النص، اول بدء سفح الجبل يقف عند 190 او 189 كيلو متر، هو نفس المسافه اللي من قبرص، لان هم ما بناخدش من قبرص بقى الامتدادات الطويله، لان قبرص فيها امتداد طويل انجليزي، قطاع انجليزي ملوش شأن بقبرص اليونانيه خالص. نعم. احنا بناخد من قبرص اليونانيه نفسها. حضرتك رسموا الحدود في 2003، اعلان سامح فهمي ومدير شركه رويال ديتش وشيل المصري وبتروناس كاريجالي 2004 وكل دول اعلنوا وايه وبيبشروا مصر تمام. والمصريين في اعلان عام، والاعلان ده صدر 16/2/2004 تمام. وفي مؤتمر لسامح فهمي. حضرتك ما اعترضتش قبرص، اذا احنا لو متعدين على حدود قبرص في الوقت ده كان اعلن، لان انا من 2003 راسم الحدود. تمام. لم يعلن، يبقى اذا انت شغال. ففوجئنا بعد كده بالتطور الاتي. حضرتك في 2010 خلي بالك، شوف احنا نطينا 8 وشركه اللي بتحفر اللي ما بتديش معلومات ولا بتدي معلومات وبيخفوها في وزاره البترول، ما حدش عارف. تمام. المفروض انت معاك امتياز من 99 لغايه 2010، بقى في 11 سنه. وبعدين فوجئنا في 2010 قبرص بتعمل حدود وترسمها مع اسرائيل. تمام. بعتت خطاب لوزاره وزير الخارجيه المصريه، وهم قالوا لنا هذا الكلام وكاتبينه في المذكره. رد عليهم قالوا له لازم تحضر رسم الحدود، لانه ده طرف ثالث، لانه الرسم هيأثر علينا. تمام. فرد عليهم وزير الخارجيه قال لهم شوفوا الاحداثيات المطلوبه واحنا نوافق عليها، شوف الاهمال قد ايه وصل لدرجه ايه. ومع ذلك ده موضوع بسيط. انا بكلم حضرتك ده بدايه، وفجاه في شهر ابريل ومايو 2012 انا اسف 2010 تمام. تعلن اسرائيل عن اكتشاف اكبر مخزون لها، بئر لها غازات، وهذا البئر كده كاتبين على عمق 2400 متر. صدفه يا خلي دكتور بالك، خالد، صدفه. ما هو اصله بقى ما فيش في البحر الابيض، اصله الكذب يعني ملوش رجلين. طب ازاي كان؟ وراحت قبرص مباشره رسم الحدود معاه. يعني الله، يبقى انت رسمت حدود مع اسرائيل وخليت اسرائيل تاخد بئر وسموه ليفياتان، يطلع انه في سفح جبل ايراتوستينز اللي احنا فيها نفس الامتياز بتاع نميد. السفح الجنوبي، السفح الجنوبي، المنطقه اللي هي جوه مياهنا الاقتصاديه بالظبط، اللي هو حقنا بموجب القانون الدولي ان احنا نستغلها، وكل تماما تاريخيا من 200 سنه قبل الميلاد. تمام. قبل الميلاد، زائد انها من نصف المسافه. حضرتك ايه اللي حصل في 2010 بعد ما رسمت الحدود مع اسرائيل؟ ما علقناش. طب رسمتها ازاي؟ ده انت هتجور على حدود مصريه، انه ما تقدرش ترسم مع اسرائيل لما نعرف حدودنا احنا ايه. تمام. ما حصلش. احنا وصلنا دلوقتي في 2010 ان الحكومه المصريه ترد. الله، ما احناش عارفين. تمام. وبعدين ده احنا لينا حته بتشتغل، لسه نميد بيشتغل. هل بيشتغلوا معاهم ولا هم شمال نميد ولا جنوب نميد؟ ما كانش عند حضرتك معلومات عن هذا الموضوع. ما انا هقول لحضرتك. فوجئنا في 2011 في شهر في يناير 2011 تمام. اللي هي قبل الثوره مباشره، الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس اعلن عن اكتشاف اكبر حقل للغاز الطبيعي في سفح الجبل الجنوبي، وبرضه على عمق 2400، وجنبيه ليفياتان على بعد ما عرفناش احنا البعد 2 كيلو الا لما البوارج التركيه ضربت بالصواريخ الممر بين الاثنين، لانها معترضه على ان قبرص اليونانيه تاخد هذا الغاز وتسيب قبرص التركيه. وما رسمتش حدود مع قبرص التركيه. اذا انت اسرائيل بترسم حدود مع دوله ما تمش الاتفاق ما بينها وبين قبرص التركيه وتحت اشراف تركيا على ده نقطه ثالثه، يعني نقطه ثالثه، ان مساله الحدود القبرصيه اليونانيه وقبرص التركيه لسه كانت بتكشف حقائق. لان القبارصه اليونانيين راحوا شاكين الامم المتحده، فظهر في الامم المتحده ضرب تركيا لممر 2 كيلو ما بين الاثنين. خلي بال حضرتك من الكلمه 2 كيلو بين الاثنين. لغايه دلوقتي واحنا برضو الحكومه المصريه نايمه، ودخلت الثوره المصريه. تمام. في فبراير نقوم نفاجأ بالآتي في مارس بعد الثورة، بعد مبارك ما مشي. تمام. في 2011. طب دكتور خالد، قبل ما حضرتك تكمل الخرايط اللي حضرتك امدتنا بيها، تحب نعرضها دلوقتي مفيده في الكلام في هذه النقطه ولا انا عايز الاول، يعني هنبدا دلوقتي بس اقول التتابع وبعدين نطلع الخريطه اقول لحضرتك بسرعه عشان الخرايط ما تاخدش وقت مننا. تمام، اتفضل يا دكتور.
في مارس 2011 اعلنت شركه رويال ديتش شيل انسحابها من الامتياز ومن البرين اللي سامح فهمي اعلن عنهم على 2400 من امتياز نيميت متر عمق من البحر، اللي هو امتياز نيميت يا امتياز نيميت. انها انسحبت ليه؟ مره يقول لك اصل الحفار عطل، طب ما تجيبوا حفار تاني او تؤجر حفار تاني. ومره يقول لك اصل الارض عميقه قوي. طب مش هو انسحابها من الامتياز معناه خساره اقتصاديه كبيره جدا للشركه؟ لما مباشره الشركه تنسحب وفي نفس التوقيت تعلن اسرائيل بدء حفر ليفياتان وتخرج هي وقبرص تحت اسم افروديت في قبرص وليفياتان في اسرائيل، الاثنين يقيموا الغاز الطبيعي اللي موجود يطلع انه صافي بعد ما تحسب المصروفات 200 مليار دولار اللي مصر بتستلف الوقت، او دين 3 مليار دولار او 4 مليار دولار من البنك. حاجه كانت غريبه جدا جدا. طيب في 14 سبتمبر جه اردوغان مصر علشان يطلب، لو فاكر زيارته لمصر، طلب من الحكومه المصريه انهم يوقفوا الاتفاقيه الترسيم مع قبرص، لانه فعلا من الناحيه القانونيه قبرص لما ادخلت اسرائيل في ليفياتان جنبيها اصبح ما بيننا وبين قبرص اسرائيل، فلم تعد الحدود اللي مرسومه سابقا هي اللي ممثله الان. ده انت اخليت بالاتفاق، وبعد ما كان الحدود دي بيني وبينك خليت اسرائيل بيني وبينك. فكان المفروض يوقف هذا الرسم الحدود تماما. وبعدين ازاي ترسم مع اسرائيل من غير ما انا موجود وتضر بيا؟ لانه لا يجوز في طبقا لقوانين الامم المتحده ان دولتين يتفقوا في اتفاق يضر بطرف ثالث وفي مصالحهم. هم اليونانيين يقول لك احنا بعتنا لكم انتوا ما جيتوش، ما تعرفش حقائق في خلال الثوره بقى خلال 2011 ده ايه اللي بيحدث. طيب جاء اردوغان طلب من الحكومه المصريه انها تسحب اعترافها بالايه من الحدود القبرصيه اللي اترسمت مع قبرص اليونانيه، مع قبرص، لانها اخلت بهذا الاتفاق وانهم بيخلوا بتركيا. ده 14 سبتمبر. 19 سبتمبر بعدها ب5 ايام شركه نوبل انرجي اعلنت في نفس المنطقه اللي هي اكتشاف بئر افروديت. خلي بالك بعد زياره اردوغان ب5 ايام بئر افروديت ده اللي هو هيبقى تابع الاول الاكتشاف اللي قلته حضرتك ده بدء الحفر. بدء الحفر في البير اللي هو تابع لقبرص. وجه في اكتوبر وزير الخارجيه اليوناني جه لمصر يقول لهم انتوا صحيح هتلغوا الاتفاقيه زي ما التراكوة بيقولوا؟ يقوم وزير الخارجيه هنا يقول له لا يمكن، ويخرج بيان وزير الخارجيه في الصحف يقول لا نفكر في الغاء الرسم مع الاتفاقيه مع قبرص في هذا. يبقى احنا رسخنا لكل اللي تم في المرحله. جت في 21 ديسمبر البوارج التركيه ضربت الممر بالاثنين اللي هو 2 كيلو، فشكت قبرص للامم المتحده لانه عايزه توقف هذا الامر وطالبه مصر تشارك معاها. مصر لا خالص، اللي مع ان تركيا في هذا الوقت هي السند بالنسبه لنا انه يرجع لنا حقوقنا ونشوف حقوق تراكوة وقبرص التركيه. طيب حضرتك جه في يناير 2012 الاستاذ الدكتور غراب اللي هو كان وزير البترول السابق، نعم، احنا دخلنا بقى في يناير 12 السنه دي، واعلن انه ولا بئر من الابار لا ليفياتان ولا بئر افروديت القبرصي يقعوا في المناطق بتاعتنا ودي بتاعتهم هم. وبعدين يوم 10 ابريل ده في 1 يناير 10 ابريل اسرائيل تنشر صواريخ على المنصات البحريه بتاعت بئر ليفياتان. تعالى اضحك بقى 22 على منصات البترول، على المنصه اللي فوق خالص على البحر، نشره فوقها صواريخ على اساس لو حد هاجم البئر. 22 ابريل مصر تعلن وجمال الجنزوري يعلن ان هو اوقفوا الغوا اتفاقيه الغاز مع اسرائيل. فاكر حضرتك؟ ايوه 22. طيب شفت اسرائيل راحت اشتكت ولا حاجه؟ راحت الامم المتحده، راحت للمحاكم الدوليه تشتكي، ما كان ابسط حاجه تشتكي الشركه اللي هي متفقه معاها. بس ده الحق كان معانا يا دكتور خالد، لان هو الجانب الاسرائيلي اخل بالجزء الخاص بيه من الالتزامات. ده احنا اللي لينا عندهم حق في موضوع الغاز. الحقوق دي مش هتبان الا بعد المحاكمه. اذا اسرائيل لاحظ انها ما فيش اي رد فعل. تمام. ليه انا هقول لك رد الفعل دلوقتي. 22 ابريل القرار، 30 ابريل يعني 8 ايام اسرائيل اعلنت اكتشاف بئر شمشون جنوب ليفياتان، خلي بالك من الكلام ده، وعلى عمق 1086 متر. جنوب ليفياتان يعني في اتجاه مصر اكتر؟ ايوه في اتجاه، ما بقول لك جنوب ليفياتان يبقى تحت. وعلى عمق 1086. انا دوري ايه؟ جبت اعماق البحر عشان اشوف فين ال 2400 او فوق ال 2000
وهتتفرج دلوقتي على صور غريبه جدا. واشوف ال 1086 فين، شمشون فين، لان كان نائل الشافعي، واحد اسمه نائل الشافعي صاحب موسوعه المعرفه، كان نشر هذا الكلام وما حدش كان بيصدقه، وانا لما قريته في الاول ما وضعش في اعتبار، لكن بدا الناس تتكلم فبدات اهتم بالموضوع، فجبت صور بالرادار وهتشوفها حضرتك، وبدات اشوف بالتفصيل تاريخ نيميد وايه اللي عملته، وهنتفرج عليها دلوقتي في الصور اللي موجوده. تمام. حضرتك شايف في دايره في النص، ده شرق البحر المتوسط، شايف دايره في النص، هي دي السفح الجنوبي لجبل ايراتوستينيس، ودي داخله اللي هي ما بيننا وبين قبرص، يعني احنا كلنا شركاء فيه. الصوره اللي بعدها نفس الصوره حطيتها لك على خطوط طول وعرض، وادي جبل ايراتوستينيس، لاحظ ان في النص باين ظاهر ان هو قابب يعني. الصوره اللي بعدها هوريك السفح اللي بعديه، الصوره اللي بعدها من فضلك. شفت حضرتك هذا السفح والدايره على بعد كم من اسرائيل؟ من حيفا 235 كيلو، وعلى بعد كم من مصر 191، ده في النص، لكن على السفح 189 ونص او 190، هي نصف المسافه بالظبط. اللي هو يدينا الحق في ان المشاركه في هذا مينيمم، ده حد ادنى، ما كانش ملكي، ما كانش كاملا، ما كانش ملك كامل. وهم ادعوا ان الابار، وده حقل اصله مش ابار، حقول، يبقى انا معاكم فيه، ده اقل ما فيها. انما شمشون، نشوف الصور اللي بعديها حضرتك. بص بقى الجبل ايراتوستينيس، انا طلعت لك صوره اللي هو الجبل اللي في النص ده، شفت حضرتك ظاهر ازاي؟ شايف السفح اللي في الشرق واللي في الجنوب؟ هكبرها لك في الصوره اللي جايه، الصوره اللي بعديها اللي بعديها اهو. شوف حضرتك الجبل فوق اللي هو مظلم ده اللي انت شايفه ده، اللي هو فيه سواد، اللي هو في نص الشاشه تاني. انا حطيت دلوقتي خطوط الباسيمتريك داتا اللي بيقولوا عليها خطوط اعماق المياه، عشان نشوف اسرائيل بجابه البئر 2400 منين. ما فيش 2400 في حدودها اطلاقا، ولا في حدود مصر الا عند دي. الصوره اللي بعدها كبرت لك دي، بص كده الحدود 2000، شوف فين بقى ال 2400 اللي هي اللون الازرق الغامق، شايف الغامق؟ الازرق الغامق اللي فين يا دكتور؟ اللي فوق في الصوره، ما في تحت سماوي فاتح واللي فوق غامق. ايوه، الغامق ده هو بدأ ال 2000، شايف ال 2000 في جنوب والجبل هو الاسود. شوف الجنوب، النقطة الدايرة والدايرة دي هي دي سفح الجبل اللي فيها ابار ليفياتان، واللي فيها بئر افروديت، واللي فيها الامتياز المصري اللي احنا نزلناه بتاع نميد. يعني قصد حضرتك من كل هذه الصور يا دكتور خالد ان بالاعماق اهو، عشان ما حدش يدعي ان انا بدعي عليه، ادي اعماق البحر الابيض، كل الجزء الشرقي ده فوق ال 2000 اللي هو الغامق بعيد عن اسرائيل، ده قدام لبنان بعيد خالص. اذا الجزء الوحيد المشترك اهو اللي هو ده. وعلى فكره المسافه بتاعته لا تتجاوز 5 من 2 كيلو ل 6 كيلو، متوسط 4-5 كيلو بس. ولذلك ضرب القوات التركيه لل 2 كيلو ما بين الاثنين ده مظبوط وصحيح، انه لا يتجاوز 2 كيلو. الصوره اللي بعدها، شوف بقى انا كبرتها لك عشان اوريك اللون الاصفر هو ال 2000 متر فوق ال 2000. بص شوف اللون الاصفر 2000 فما فوق، يعني فيما فوق. شوف حضرتك اللون الاصفر في الجبل عامل ايه، في الجبل تحت السفح الجنوبي ده خالص، هو ده اللي فيه ليفياتان وفي افروديت، يعني اللي هو الجزء اللي هو باللون الوردي اللي جوه الجزء الاصفر ده الجبل. لا، هو الجزء الاسود، اللون الاسود هو الجبل، ده الجبل، والاصفر اللي بيحيط حواليه هو اللي فوق ال 2000. يبقى اذا اللي وصل ل 2000 ما يقدرش حد يوصله الا في الجنوب، لان الجزء العلوي ده مش تبع اسرائيل، ده تبع لبنان وسوريا وتركيا. فيبقى لما اسرائيل تتكلم على انها اكتشفت حقل على عمق 2000 في سفح الجبل، ملوش غير في الجزء اللي هو سفح جبل ايراتوستينيس. الصوره اللي بعدها حضرتك ادي نيميد اهي، ده الامتياز اللي فوق المربع الازرق اللي فوق، ده نيميد اللي نزلته مصر سنه 99 اللي هو الامتياز اللي هو فيه، وفيه سفح الجبل الجنوبي. هات الصوره اللي بعدها، شوف حضرتك لما قبرص نفسها، الصوره اللي بعدها قبرص نفسها اللي نزلت تقسيماتها دي بلوك 12، وشوف حاطه بلوك 12 مع اللون الاصفر بتاع مصر نيميد، يعني مشترك مع الايه، مع نيميد. ادي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، البلوك رقم 12 اللي هو تحته جزء اصفر، الاصفر ده نيميد. والصوره دي مش احنا اللي مركبينها، القبارصه اللي مركبينها. يعني ده تاكيد رسمي منهم بحقيقه مصر في هذه النقطه. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ يعني الصوره الثانيه هقول لحضرتك بعد ما احكي لك جزء من اسرائيل. اسرائيل تعمدت الا تخرج خريطه رسميه خالص كمحكومه، لان اذا طلعت خريطه رسميه لليفياتان او شمشون اللي هو جنوب ليفياتان هتبقى مشكله، وهيتهموا بالكذب او التضليل. فاوعزت للشركات اللي بتحفر والتلفزيون انهم يطلعوا صور الحقول بتاع الليفياتان بعيده عن المناطق الامتياز البصري، ويقربوها من الحدود الاسرائيليه شرقا بقى. فعملوا 7 خرائط، جمعت 7 خرائط في العالم كله نزلت لابار اسرائيل، ولا خريطه حضرتك الثانيه، ولا خريطه باحداثيات، المفروض ان ولا خريطه بمقياس رسم.
شوف الثلاثه، لا خريطه تشبه الثانيه، ولا خريطه فيها احداثيات يعني خطوط طول وعرض، ولا خريطه فيها مقياس رسمي غير خريطه واحده وبقياس رسمي ثبت الضلال بتاعها. كل خريطه مختلفه عن الثانيه. هجيب لك موقع ليفياتان الحقيقي والخرائط بتاعتهم بتقول كل عشان ما يبانش انه تابع. هم بيبينوه في خرائطهم الى الشرق شويه، الى الشرق شويه، بالتالي يكون داخل وما في يحطلكش خطوط طول وعرض عشان ما تعرفش. ومره يقول لك انه ليفياتان بعيد عن افروديت 65 كيلو، خلي بالك من الكلام، مره 60، اقل حاجه قالوا 45 كيلو، هم 2 كيلو. ما هو طيب انه بيقرب من حدوده. طب الصوره اللي بعد كده دي معانا دكتور؟ هي دي بقى الصوره دي اللي عايز اشرح، يتوقف فيها عندها شويه. اتفضل حضرتك. الدائرتين الحمر اللي هم مفتوحين فوق دي موقع ليفياتان الحقيقي، واللي تحت موقع شمشون طبقا لكلامهم انه قالوا على عمق 1086، هو ده العمق 1086. يعني لو حضرتك طلع فوق في دايرتين فوق بعض، الدايرتين دول الاقرب لاسفل الشاشه ده هي شمشون، واللي بعده ليفياتان، اللي فوق ليفياتان. ليه؟ لان اللي فوق ال 2000 متر تحت المنصوص طلع، واللي تحت هي اللي 1086. يعني لو مشيت شمال يبقى اكتر، لو مشيت جنوب يبقى اقل. تمام. وهم بيقولوا جنوب ليفياتان، فحطينا البئر تاني. تعال شوف بقى في خرائطهم اللون الاسود الدوائر في السبع خرائط اللي منزلينها، كل خريطه يبين لك اللي فوق ده موقع ليفياتان واللي تحت موقع شمشون. شوف الضلال، شوف الكذب. يعني هم وحدوا موقع شمشون شويه وغيروا بقى في موقع ليفياتان. لا، كل مش وحدوا، انه موقع شمشون مكتشفينه لسه في 30 ابريل، بعد ما انقطع عنهم الغاز السنه دي. فكان يا دوبك صوره واحده اللي نازله بيه. اما الخرائط السابقه ليفياتان شوف بقى كام موقع ليفياتان، انا حاططهم باللون الاسود. نيجي لتحت الخطوط الطوليه المتقطعه. الخطوط الطوليه المتقطعه اللي هي طالعه من مصر على الحدود ما بيننا وبين اسرائيل. الحدود الاقتصاديه في قولين فيها، اما انها تطلع موازيه للحد الارضي، يعني شوف حدودك ما بين اسرائيل الارضي وتمدها في البحر. تمام. اسرائيل لو عملنا كده هتجور على اسرائيل، واسرائيل مصره انه يخليه عمودي على الساحل. طيب لو خليته عمودي على الساحل، انا بقى الخط الثاني هو العمودي على الساحل، اللي هم الخطين اللي طالعين في شكل 7. الخط الاول اللي في شرق ده اللي هو الحدود المصريه لما تمشي على طول يبقى اسرائيل مالهاش حاجه خالص. شوف قد ايه، يا دوبك جزء صغير، لكن مع ذلك تماشيت في ان الحدود هتمشي زي ما اسرائيل بتقول انها على متعامده على الساحل. شوف يبقى الحد ده مظبوط، اللي هو الخط الشمال، الخط المتقطع الشمال. ومع ذلك يوصل لغايه فين؟ في حدودنا مع قبرص اللي هي المناصفه، يوصل لغايه البئر اللي هو الدايره اللي انت شايفها فوق اللي هي ليفياتان. الدايره وشمشون يبقى ايه في داخل الحدود المصريه 114 كيلو من دمياط. هل تصدق هذا؟ طبعا ما قدرناش نثبت بان احنا رحنا لا طيران يطلع. طيب انا فوجئت حضرتك مجلس الشورى بيستدعيني علشان في لجنه امن القومي على ان انا اشرح الموضوع ده، ورحت بفضل الله شرحته، وجم مندوبين عن وزاره البترول، واحنا ناس بنقدرهم كلهم وبنحترمهم يعني. وقام احد الساده المختصين الفنيين يشرح، وفوجئت بيه حاطط حدود بيننا وبين اسرائيل. انا احط الحدود نقط، ده اللي بقترحه انا كفرد، انما انت كحكومه تحط حدود بينك وبين اسرائيل ازاي؟ فقمت طلبت السؤال، قلت له مين اللي حط الحدود؟ مصر لم ترسم حدود مع اسرائيل، مين اللي حط لك الحدود دي؟ فسكت، ثم توجه للقاعه، لرئيس القاعه رئيس اللجنه، وقال له انا ماليش شأن، احنا فنيين، الخريطه دي جايه لي من المجلس العسكري.